التانية. إن سمحت بس لي. دي واحده بس عشان طيب، نرد على دي بس لتكمل. معاه بالمره. لأعطي دكتور إيدي أن يرد على ما تفضلت به. يلا تفضل. عشان يرد على دي كمان. لتكمل. طب انتوا ليه ما طلبتوش الجزائر بالكلام ده، مع ان الجزائر بقى طردتهم وصدرت ممتلكاتهم زي ما عملت مع المغاربه في المسيره السوداء 1975، طردت 350 الف مغربي وصدرت املاكهم، بيوت وعمارات ومحلات واراضي زراعيه واموال، حتى خروف العيد اللي كانوا جايبينه عشان يذبحوه تاني يوم العيد خدوا الخرفان كمان. ليه ما بتقدموش الكلام ده للجزائر اللي فعلا طردت اليهود وصدرت املاكهم؟ طرحت العديد من النقاط النقاط الجزائر الهامة. يا اخي. طيب انت جاي عادي دكتور تاخد، انا عندي بنك القاهره يا اخي، بنك ما يلهفك يا اخي. اتفضل يا حبيبي. تفضل يا دكتور ايدي. يعني يقول بوضوح دكتور ماك، من قال ان مصر طردت اليهود وذكر هنا بالتفجيرات او ما يعرف بفضيحه تلفون، كيف ترد على كل ما طرحه دكتور ماك؟ اهلا وسهلا بالدكتور ماك